السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلم خلاص انتهى، بس لازم علينا ان احنا نشكر فعلا. اول حاجة نشكر الملك محمد السادس، ده تاني حاجة نشكر رئيس الاتحاد، نشكر الجهاز الفني، نشكر اللاعبين. محدش قصر، حتى جماهير محدش قصر، حتى احنا كمان الجماهير الوطن العربي كله محدش قصر. اللعيبة عملت اللي عليها، شكرا على كل ذرة عرق عملتوها، شكرا على لعبكم الرجولي من اول ما بدأنا كأس العالم الى حتى الآن. منتخب المغربي عمل كل حاجة واسعدنا طوال شهر كامل. تخيل ان فرحتنا كعرب ما كانش بتكمل اذا كان فاز المنتخب المغربي او كان قبله المنتخب السعودي. انا بالنسبه لي متعه كاس العالم خلصت خلاص. فعلا المنتخب المغربي وصلنا لمرحله ان احنا نقدر نحلم ونقدر نحقق، وفعلا عملنا كل حاجه. شكرا رجاله المنتخب المغربي. بص، احنا لو اتكلمنا في المباراه هنلاقي ان في اخطاء بدات في البدايه. اي فريق بينزل خايف، اي فريق بينزل عايز يلعب بثلاثه مدافعين، اي فريق بينزل عنده اجهاد، اي فريق بينزل عنده اصابات. بيحصل معاه اللي حصل، ولكن اللعيبه قدرت تقاوم كل الظروف دي كلها ولعبت مباراه فعلا عالميه. انت بتتكلم في عندك اخطاء في الشوط الاول، الراجل لعب بثلاثه في البدايه واللعبه اصلا مش واخده على اللعب بثلاثه. احنا اصلا كنا بنعاني قدام البرتغال لما بدانا في الدقيقه 55 نزلنا بدر بنون ولعبنا قدام البرتغال بثلاث لاعبين، وكانت في هجوم وضغط علينا من منتخب البرتغال يمين وشمال، وتحملنا ده والحمد لله صعدنا نصف النهائي. لكن انت خلاص انت مش خسران حاجه، انا مش هبكي على حاجه. هتقول انا عندي اصابات، خلاص كنت تقدر تلعب بالناس السليمه زي اليامك وده زي ما لعبوا قبل كده، وتقدر تلعب كمان باك شمال اللي هو عطيه الله. عطيه الله اللي كل ما ينزل اي لقاء الله اكبر عليه بيأدي ويتألق، وكمان بيمزجنا، بيعمل عرضيات، بيعمل اهداف، وبيعمل اسيستات، بيعمل كل حاجه. انا قاعد راجل زي ده ليه؟ اي نعم المزراوي لعيب كبير، ولكن انا الراجل مصاب، الراجل عنده اجهاد، الراجل مش كامل قوه بمعنى اصح. انا لاعبه ليه؟ طب انا عندي عطيه الله. عطيه الله اول ما نزل على طول هجمه عرضيه، عمل هجمتين، واحده عرضيه والثانيه لما دخل في المنطقه داخل المنطقه وقف عليها وعرض. كانت اخطاء في البدايه، وكمان انت في حتى في حته كمان ثلاثه انت بتخلي اللعيبه تعتمد على بعض. انا بتكلم على اليامك انت. انا عايز افهم الكوره دلوقتي مش معاك ولا مع جريزمان، انا اندفع عليه طالما الكوره انا تقديري ليها مش صح؟ اندفع عليها ليه؟ اخليت سبت مساحه خلفي. وبعدين حتى كمان بسبب الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في الحته دي، انت بتتكلم على الكوره لما احرز منها الهدف ثيو هرنانديز، الكوره اللي جابها جون. المكان ده في كل المباريات بتاعه المنتخب المغربي كانت قبل كده كان الموجود في المكان ده هو حكيم زياش، لانك بتلعب باربعه كان حكيم زياش بيرجع يدافع مع اشرف حكيمي، فالمنطقه دي بقت فاضيه. حكيم زياش بيلعب خلاص، الراجل بيلعب نص ملعب، والمنطقه انت بتلعب ثلاثه وحكيم الرابع، فالمنطقه بقت فاضيه. وبعدين انا حاسس ان اللعيبه كله خايف من امبابي. هو فعلا لاعب مجرم ولاعب سريع وبيعمل كل حاجه بالكوره، لكن خلاص اما قال الراجل قصاد راجل. انت بتتكلم كمان حتى لما لعب بثلاثه انت فضيت نص الملعب. انت الميزه بتاعت المنتخب المغربي لما انت بتلعب 4-1 انت بتفضي سفيان ورابط عشان يغطي على الناس دي كلها. بدايه الدفاع بتاعك بتبدا من يوسف النصير وقدام، اذا عدى الرباعي اللي موجود في وسط الملعب، اذا عدى تلاقي موجود سفيان. وده اللي شفناه في الشوط الثاني لما انت عطلت خطتك. حتى شفنا سفيان مرابط، شوف كام كوره كان بيغطي على اللاعبين وياخد الكوره ويستخلصها ويبدا الهجمه من تاني. فانت بتتكلم هي كانت اخطاء من البدايه، وسبحان الله القدر قدر يخدمنا باصابه سايس اللي هو قدر. شكرا سايس، شكرا لعيبه المغرب. يعني سايس تحمل على نفسه وقال انا عايز اكمل وعايز العب وعنده روح، ولكن الاصابه منعته. حتى كمان الاصابه كانت ممكن تكلفنا هدف تاني. انا عارف ان عندك روح ونفسك تعمل حاجه للمنتخب، لكن الروح دي ما تعتمدش على ان انت ممكن تكلف الفريق هدف. مش قادر خلاص، ما كنتش ابدا من البدايه. الكره اتلعبت من خلفك مش قادر تعمل سبرنت، خدها جيرو كان ممكن يجيب الهدف الثاني وجت في العارضه. بعد خروج سايس ونزول سليم املاح بدا الوضع يتغير تاني. فعلا بدا يتغير، بدا نبدا ناخد الكره من تحت ونهجم. كره اناحي اللي سددها وشالها لوريس. وكمان في اخر 5 دقائق من الشوط الاول انت بتتكلم على عرضيات وركنيات واوفرات، وكان وليامك الكره اللي عملها مقصيه وجت في العارضه. فانتوا افخر بالمنتخب المغربي. ضيع كان عندنا اخطاء في البدايه. تعال بقى اخش على الشوط الثاني. الشوط الثاني المنتخب المغربي بدا من الدقيقه 45 لحد الدقيقه 75. المنتخب الفرنسي ما شافش وشه من قفاه بمعنى اصح. المنتخب المغربي هجوم يمين وهجوم شمال. لما بيزيد حكيمي بيبدا زياش ينزل في نص الملعب كانه لاعب حر، يبدا يعمل ويبدا يوزع الكور ويعرض ويعمل. ونزول برده عطيه الله زي ما احنا قلنا عمل جو للفريق، ولكن هي بس في مشكله عندنا في بعض العناصر اللي بتنزل مع المنتخب المغربي. خلصنا من شديره. لما انا حمدت بصراحه اقسم بالله انا واحد من الناس حمدت ربنا ان شديره ده خد انذار احمر عشان ما يلعبش المباراه دي، علشان بينزل يتقانى ويعمل. خلصنا من شديره دخل حمد الله. انا عايز اعرف انت بتعمل ايه الفلسفه؟ ما الكوره جات لك، الراجل بوخلال الناحيه دي وزياش الناحيه دي وعندك فرصه تشوط، ما تشوط يا عم. لو الكوره دي كان مثلا شطها وزي ما تيجي زي ما بيقولوا، اذا كانت دخلت في المرمى كان ممكن في فرصه كبيره للمنتخب المغربي. ولكن عايزين نقول شكرا للمنتخب المغربي، قدر الله ما شاء فعل. شكرا وليد الركراجي. انت كان عندك ايمان باللعيبه، وانت اللي نقلت الايمان ده لمنتخب المغرب، لانك طول
عمر المنتخب المغرب عنده نجوم، اوعوا تفكروا ان هو ده الجيل الذهبي، لا، في اجيال كبيره جدا جت في المنتخب المغربي. الجيل بتاع 2018 كان برضه جيل قوي جدا، ولكن الفرق بين المدرب اللي زرع الايمان وزرع ان انت نقدر، احنا مش اقل منهم في اي حاجه. انت بتلعب في نادي اوروبي وهو بيلعب في نادي اوروبي. انت عندك اوناحي ده في خلال الانتقالات الشتويه اللي احنا فيها اللي جايه دي، اوناحي ده هيروح يلعب في اكبر فرق العالم كلها. عندك مرابط نفس القصه. بصراحه الرجاله ما اثرتش في اي حاجه، لكن هي دي كره القدم. انت بتتكلم على، انا كنت متوقع الهزيمه بصراحه، كانت الامنيات المنتخب المغربي هو اللي يفوز، ولكن كنت متوقعها لان ما حصلش مفاجآت. انا تباشرت الدور اللي قبل كده لما المنتخب الكرواتي اقصى المنتخب البرازيل، انا قلت خلاص يبقى كده الامور طيبه ان شاء الله وهيحصل مفاجآت وهنخرج المنتخب البرتغالي. لكن بعد ان الارجنتين تكسب الكرواتي انا قلت خلاص مفيش مفاجآت، اللي خلاص الدنيا بقت واضحه. وكمان المنتخب المغربي الاجهاد عمل فيه عمايل، حتى كمان الحكم ما اثرش كتير قوي في المباراه، لكن كان بيتغاضى على بعض الاخطاء على المنتخب الفرنسي وما كانش يحسبها. ولكن شكرا رجاله الكراكي، شكرا لقجع، شكرا الملك محمد السادس، شكرا الجمهور العربي كله اللي ساند المنتخب المغربي لحد اخر لحظه. ويا جماعه لسه برضو في عندنا امل ان احنا نلعب على الثالث والرابع وناخد يبقى ثالث العالم. على فكره يا جماعه ثالث او رابع العالم دي احنا ما كناش نحلم بكده، ولكن خلاص الرجراجي والكتيبه اللي معاه قالت لا نحلم. ما نحلمش ليه؟ ما نحلمش ليه؟ هم مش احسن مننا في حاجه، وان شاء الله القادم افضل لمنتخب المغرب، وقدر الله ما شاء فعل. وشكرا.